بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الإسلام الدين بيحثنا على إننا ننسى حسناتنا، لأن الحسنات لو إحنا افتكرناها ممكن تورثنا غرور. ولو أنت عملت خير مع حد وقاعد فاكره ممكن يعني مع أي موقف تعمل من عليه وتضيع ثوابك. فحاول تنسى حسناتك زي ما بتنسى سيئاتك، وبالعكس انت المفروض تفتكر سيئاتك. ليه؟ لأن حسنة اتبعها غرور، يعني سيئة تورث ذل أفضل من حسنة تورث غرور. يعني العلماء بيقولوا ان انت لما بتفتكر سيئاتك بتتذلل لربنا اكتر، وتبقى حريص على التوبة اكتر، وتبقى مستقل كل اللي بتعمله اكتر. انما لو انت فاكر حسناتك تتغر. فحاول انك انت دايما تفتكر حسناتك، يعني تفتكر سيئاتك وتنسى حسناتك. كمان حاول انك تخفي حسناتك، اعمالك الطيبة الخير، زي ما بتحاول تخفي الشر. يعني انت ما بتحبش تطلع الناس على الحاجات العيوب اللي عندك والحاجات اللي عملتها غلط، تمام؟ سواء في خلواتك او في اي او حتى في قدام اي حد من عباده. اما حسناتك انت بتحب الناس تعرفها عشان يقولوا عليك ويقولوا عليك. لا، اخفي بقى حسناتك زي ما بتخفي سيئاتك، لانها بتبقى اقرب للقبول واقرب للاخلاص. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ويعلمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.